عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذ ثاني من وقت ونصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم كيف ما تشوفوا باش نشارك معكم فيديو، باش نحضر معكم فطور سهل حصيل. كيف ما تشوفوا لهنا حطيت في القلايه هذه نتاع النحاس، حطيت فيها زبده ذوبتها، وحطيت فيها ترونشات نتاع طماطم باش نعمل طماطم بالعظام، يعني الاومليت طماطم وعظم. باش نحط الطماطم هذيك تتقلى شوي، وبالطبيعه باش نفوحها بالزعتر كيما تعرفوا. ديجا شاركتها معكم قبل. جوست حبيت نشارك معكم يعني الروتين كيفاش تعدى النهار هذايا. المهم شنو حضرت حصيل وشنو عملت. المهم نحط الطماطم هذيك تتقلى في الزبده، وباش نرش عليها شويه زعتر. كيف ما قلت لكم الزعتر يبننها برشا الاومليت هذيا. كيف ما تلاحظوا رش عليها زعتر ونقليها مشيرتين، نقليها شويه هكا تقريبا دقيقتين ثلاثه هكاك اللي نقولوا نحن تطرى شوي من اللوطه، ومن بعد نقلبها نقليها على الشيره الثاني. وبالطبيعه من بعد نركض العظم ونصبها عليها باش تكون الاومليت حاضره. ساعات هكا من بارطاجيش معاكم مثلا فطور الصباح ولا حاجه. نشروا الفطير المشلتت من برا، يعني كل الفطير هو اسمه يالي. كيما الفطير المشلتت المصري، اما هو صغير الحجم نتاعو. ديجا شاركته معك برشا مرات وقت اللي كي نشريه نصوره لكم حصيله. وقت اللي ما نصورش فطور صباح معناها رانا شرينا الفطور من برا، يعني مش معناها بمعنى انه شرينا فطور من برا نشرو هذاك ونحطوا معاه زيتون وجبن ومعجون حصيل ونحطوا معاه الحاجات اللي لازماته. المهم كيف ما تشوفوا تقلت الطماطم من الشيره الاولى، قلبتها وباش نزيد نرش عليها الزعتر. بالنسبه للوصفه هذه تحب الزعتر، خاطر الزعتر هو اللي بننها برشا. وكما تلاحظوا ما فوحتش، ما حطيتش لا ملح لا حتى شيء. هنا باش نركض العظم 3 كعبات عظم، باش نفوح بالملح والفلفل الاكحل والفلفل المهروش. حسيلو نسيتو في الليتاج الفوقاني في الكوجينه الفوقانيه نسيتو. باش يهبطوا لي راجلي باش نعاود نرش من فوق، يعني ما حطيتش مع العظم باش نحط معاها فلفل اكحل. كيف ما تشوفوا رشه صغيره فلفل اكحل، ونحط رشه صغيره ملح، ونصبها فوق الطماطم هذيك. مادام جاني الفلفل المهروش باش نزيدو من فوق، وتكون الاومليت نتاعنا حاضره. صدقوني هذه بنينه على الاخر. خاصه هكا في الصباح مثلا كي نقولوا نحن يبدا هكا عبد مزروب يخدم الصباح بكري، ينجم يحضرها في ساعه تحضر ما تشدش برشا وقت. يا اما هذه والا البطاطا والا مثلا بالجبن زاد اومليت نتاع جبن وعظم زاد بنينه على الاخر. ان شاء الله بقدرة ربي تو نشاركها معاكم في الايام الجايه، نجرب نشاركها معاكم الاومليت نتاع جبن. المهم صبيتك العظم هذيك وباش نرش عليها كيف ما قلت لكم. باش يجيب لي الفلفل المهروش من فوق، باش نرش عليها شويه فلفل مهروش. والعجه في ساعتيب راهي حتى على نار هاديه في ساعتيب، تنجموا تغطوها من فوق. بالنسبه للناس اللي تحبها مروبه يعني ناقصه طياب تخليها مروبه. انا طيبتها لهم ناقصه طياب لما حاله ما يحبوهاش طيبه برشا، يحبوها مروبه. لهنا باش نرش عليها الفلفل المهروش كيف ما شفتوا شويه بركه باش ما تكونش حاره، باش نجموا يفطروا بها الصباح. هذه هي الاومليت نتاعنا كيف ما شفتوا. وبالطبيعه باش نوريكم الدروج نتاعي وين وصلت حصيله. هذه الدروج نتاعنا وين وصلت حصيله، تقريبا وصلت للنص، مازال فيها شويه بركه، مازالوا تقريبا 3 ولا 4 درجات ويكملوها. وبالطبيعه باش يعملوا لها الباب ان شاء الله بقدره ربي. في اي تطور يعني اي مرحله يوصلوا لها نصورها معاكم ان شاء الله، نشاركها معاكم باذن الله. هذه الدروج كيف ما شفتوا وصلوا للبارتي هذيا، بقوا فيها تقريبا 4 درجات بركة. الدور هي يعني الدور كيفاش ما عادش كيما الدروج نتاع قبل، ماهيش كيما الدروج نتاع قبل، تبدلت كومبليتمون والدرجات نتاعها هو شكل مثلث. المهم كيف ما شفتوا هذه تحت الدروج، حبيت نوريكم الدروج وين وصلت. المهم تقريبا مازالت فيها خدمه نتاع نهار للبصمات هذوكم، يعني للدرجات هذوكم. والباب بطبيعته باش يخدم وحده، خاطر باش يولي باب هذاك تحت الدروج، يعني باش يولي كيما البلاكار تحت الدروج باش يلم فيها الحاجات الزايده الكل. ولهنا تعديت كيما شفتوا باش ننظف الكوجينه، حصيلو تنظيفه خفيفه كيما تعرفوا ديما بعد فطور الصباح. حصيلو يطيح هكا تفش نتاع الخبز ولا حصيلو من الفطور. المهم لازمني نلم هكا الكوجينه هذيك، وخاصه تحت الطاوله لازمني نكنس ونمسح هكا الغبره، خاطر ديما غبره موجوده، والغبره كل جويده نتاع النجاره. صدقوني الدنيا كلها غبابر، هاني ننظف هكاكا وبرا يعني نحي المكثر نقولوا نحنا باش ما تبقاش الدنيا مغبره برشا. يعني جوست تبقى لي في الحيوطه، ومن بعد ما تكمل المرمى هذيك وتكمل الدهينه وكل شيء. خاطر بقى تصوروا انتم بعد الدروج هذيك الكل باش يركبوا الباب وزيدوا باش يكسروا الحيط، باش يعمل نجوز للإيطاج الثاني، وباش يكسر الحيط حصيله باش يركبوا فيه نقولوا نحن اللي يشدوا به هذاك هم يسموه اللي يحمي الدروج هذاك على جنب هذاك باش يركبوه في الحيط، يعني باش يركبوه كيما نتاع الومنيوم حصيله باش يركبوه في الحيط. المهم لهنا باش نكنس الكوجينه كيف ما قلت لكم، وان شاء الله بقدره ربي. اليوم الحقيقه ما نكذبش عليكم، كاور وعدي اللعور. اليوم باش نعمل لهم مقرونه تونسيه بالدجاج،
ومعاها سليطه، والحمد لله مانيش باش نعمل حتى شيء اخر. هذا ايش قررت باش نطيب حاجه سهله وبسيطه. واصلا سلفي طلب ماكله تونسيه، قلت مادام عندي طرف دجاج نطيب المقرونه. الحق متاع ربي ما حبش حتى حاجه اخرى، كنت باش نعمل معاها طاجين وسلطه مشويه، قال لي من غير ما تتعب روحك، من غير ما تعمل حتى شيء، خاطر يشوفوا فيا كاك الذري الصغير، يبعثوا فيا منا لمنا، جيب هذه جيب هذه، وعلموني حتى الشيفيات يعني الارقام نتاعهم، مد هذه مد هذه، حاسيلو حمويه سامحوني سلفي وراجلي هما اللي يخدموا وانا نعاون فيهم، حاسيلو نمد لهم في الماتريال اللي يسحقوه. المهم اليوم حبيت نحكي معاكم في موضوع انا بالنسبه لي نعتبره مهم برشا في الحياه، اللي هو نكران الجميل. نكران الجميل ايش معناها؟ معناها نقولوا نحنا عبد يعمل فيك الباهي وانت تتنكر له، لك الباهي هذاك تتنكر له، مش بالضروره هو تذكره وتقول انت مثلا الانسان هذاك راهو عمل معايا الباهي لازمني نشكره قدام العباد ونذكر اسمه، لا. يكفي انك حتى مثلا كي تجبد هو في نقولوا نحنا عمل معاك انت الباهي وعمل مع شخص اخر نقولوا نحنا ما عملش معاه الباهي مثلا، يكفي انه انت تكون كيف ما نقولوا نحنا مدافع على الشخص هذاك، فك المجلس هذاك تذكر فيه اسمه، قال ولو فلان فلان خايب، بمقدورك انت تقول مثلا راهو فلان هذاك راهو عمل معاه عمل معايا الباهي يرحم والديه مثلا. هذه حسب رايي مثلا. بصراحه ما نستغرب برشا من خاصة في الوقت هذا، نستغرب برشا من ناكل الجميل اللي كثروا وولوا أكثر من العباد العاديين كما نقولوا نحنا. ياسر تعمل معاها الباهي يرجع لك الخايب، يتقلب عليك في بين عشية وضحاها من غير حتى سبب، تكونوا لاباس عليكم معناها تحكوا، تتصلوا ببعضكم، يولي ما عادش يكلمك، ما عادش يحكي معاك أصلا، وما عادش يجبد عليك أصلا، وهو بالنقص. هو كي تجي تشوف العباد هذوكم اصحاب المصالح بالنقص منهم في دنيتنا هذه وفي حياتنا، بالنقص منهم ماذا به الواحد يتجنبهم. تجربوا المره الاولى الثانيه الثالثه، انا بالنسبه لي صدقوني في الدنيا هذه العبد نجربه 3 مرات واكثر. جربت المره الاولى نقول لا نكذب روحي، الثانيه نكذب روحي، الثالثه كما يقولوا الثالثه ثابته. المره الثالثه عاود لي نفس الحكايه، شفت منه نفس الهدره، البشر هذاك نتجنبه كومبليتمون، ما عادش لا نحكي معاه لا ندور بيه لا نخالطه، لا عاد يربطني به حتى شيء، لا عاد تربطني به حتى صله. علاش؟ خاطر الانسان هذاك ما شفتيش منه الباهي، مش بالضروره الباهي يعمل معك معناها باش يجيب لك ويعطيك ويشري لك ويكدس ويبعث لك، لا. الباهي انك يعني في المعامله، هي المعامله بالمثل، كي يعاملك بالباهي تسمع منه الكلمه الباهي هذيك الفايده. مش بالضروره راهو كي يكونوا زوز باهيين مع بعضهم لازمك تشري ولازمك تود وتهز وتجيب مش بالضروره. الفايده في الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه في حد ذاتها تهز عبد من بلاصه تحطه في بلاصه بصراحه. ثم عباد ما عندهاش القاموس هذاك، ما عندهاش اصلا، يتنكروا لك، تعمل فيهم الباهي، يرجعوا لك الخايب، مش حتى يكفي شر وخير وكما يقولوا فيها، مش حتى يقعد مثلا نقولوا نحن يشد بلايصته ويريد على روحه، لا، يحاول انه يضرك. وماذا به الواحد بالناقص في الدنيا هذه، ماذا به الواحد يتجنب من الاشخاص هذوكم السلبيين، خاصه السلبيين وناكري الجميل، واللي يحاولوا ديما يرجعوك التالي، ما يدفعوكش، ما نقولوا نحن ما يدزوكش قدام باش تشوف حاجه جديده ولا تجرب حاجه جديده، لا، يحاولوا ديما يرجعوك التالي، يشدوك ويرجعوك التالي، وديما يحكوا معاك بسلبيه. راهو العبد اللي يحكي معاك بسلبيه وديما يخوفك ولا وما تمشيش وما تعملش هكا وسيب عليك ودرا شنو وما ينصحكش من قلبه رب، راهو كون متاكد اللي هو راهو العبد هذاك يا اما يكون حاسدك، يا اما ما يحبلكش الخير، يا اما هو في اتعس حالاته ويحبك تعيش تعاسه معاه. من مستحسن واحد العباد هذوك يعني الصنف هذايا من البشريه ماذا بيه الواحد يتجنبهم، ولو ان بصراحه مضطرين ان نخلطوهم، خاطر ما معبيين الدنيا في كل بلاصه. تلقى كان صاحب مصلحته، تلقى صاحب المنفعه كما نقولوا نحنا، اذا عنده منفعه بيك يكلمك ويسال عليك وتلقاه ليل ونهار يكلم فيك، واذا وفت منفعته وفت الفايده نتاعو يوفى كل شيء. بالنسبه لي العباد هذوكم بالحق ما نعتبرهمش اللي هما كيفاش نقولوا نحن، ما نعتبرش الاشخاص هذوكم اشخاص عاديين، نعتبرهم انتهازيين. كما يقولوا لا تراك عندهم كلمه يقولوا فرصاتجي يعني نقولوا نحن الصاحب يعني الاستغلالي، بالعربيه هي الاستغلالي، فرصاتجي اللي هما يقصدوا بها الاستغلالي. العباد هذوكم استغلاليين انتهازيين، يستغلوك في اي حاجه، يستغلوا طيبتك، يلقوك باهي ما تردهاش يستغلوك. كما نقولوا نحن كيفاش نقولوا نحن، مش هي عبد، مش
يتملكوك ولا نقولوا نحن تولي انت عبد للبشر هذاك، اما تحسهم هكا مثلا كي يحبوا حاجه منك مثلا، ولا باش يطلبوا حاجه منك، تحس روحك انك مضطر باش تعمل الحاجه ذيك، انت تحشم على روحك وهما ما يحشموش، من كثر ما هما يطلبوا ومن كثر ما هما مثلا يقولوا ياخذوا راحتهم اكثر من اللازم، تحس روحك انت الحاشم، تبدا انت المستغل اللي يستغلوا فيك، وتبدا انت حاشم على روحك وهما ما يحشمش على رواحهم. بالنسبه لي انا العباد هذوما كثروا في الدنيا ذي، وكثروا خاصه الوقت هذايا بصراحه. كل واحد صاحب مصلحته، من مستحسن صاحب مصلحته نتجنبوه وما نخلطوش، لا في مجالسه، لا في حياته، لا في تفاصيله، لا في حتى شيء. نحاولوا نبعدوا عليهم، نبعدوا على الانسان السلبي، نبعدوا على الانسان الانتهازي اللي يستغلنا ويستغل طيبتنا بصراحه، خاطر هذاك يرجعكم لتاني كيف ما قلت لكم. وحاولوا انكم تبعدوا على العباد هذوما قدر المستطاع. هذه نصيحه مني لكم، ونصيحه بالاول هي ليا، يعني ننصح في روحي. ووعد بصراحة خاصة في الوقت هذايا إني نتجنبهم الأشخاص هذوكم، ما عادش نخالطهم، ما عادش ندور بصحتهم. الواحد ماذا بيه يقل اختلاطه بالبشرية هذوما، خاطر مالك إلا بشر يا أخي سبحان الله. الكلنا باهي، الكلنا فينا الباهي وفينا الخايب، راهو ماناش ملايكة، ماناش ملايكة نمشوا على الأرض. الكلنا فينا الباهي وفينا الخايب، أما بصراحة واحد كي يوصل هكا يستغلك ويوصل هكا يخدم مخه عليك باي طريقه باش يستفاد منك، بصراحه ما قالش به ربي الحق متاع ربي. هذه بصراحه نصيحه حتى اللي هو المستغل في حد ذاته، من مستحسن انك تبدل العقليه متاعك، وحاول انك تتصرف مع العباد بانسانيه اكثر منها بمنفعه، واكثر منها بطريقه استغلاليه باش تستغل العباد لصالحك الشخصي. المهم كيف ما شفتوا لهنا بعد ما كملتك التنظيفه متاع الكوجينه، حصيلوا التنظيفه متاع ثم متاع مش متاع ثم متاع حصيلو هكاك وبرا، معناها باش نحي هيك الغبره الزايده وكل تفش الكل وكل. حصيلو لهنا حطيت المقرونه ذي نسميها مقرونه نص ساعه، حتى راجلي يحفظها ولا يقول لي مقرونه نص ساعه. حطيت الصوص الطيب على جنب من غادي، كما تعرفوا الصوص اللي هي صوص طماطم اللي حضرتها في الدار هذيك، معاها روز ومعاها اللفاحات بالطبيعه ودجاج والرند، وحصيلوا اللفاحات نتاعها لازمها. وحطيت في نفس الوقت الماء غلا، في نفس الوقت الماء هو هذاك نتاع المقرونه مرقت منه الصوص، وحطيت المقرونه تتسمط. حصيلوا درجين من زمان تتسمط، ما نكثرش بصراحه. ولهنا عمرت البراد بحذايا باش دوب ما يطيب العشاء نتعشوا يشربوا التاي نتاعهم ونرتاح. حصيلوا من المتخرين نتاع التاي، شبيك ما عمرتش البراد، شبيك عندي برشا الحقيقه ما طيبتش التاي، اما في البريود هذه كلها حصيلوا من اللي جا سلفي وليت البراد ما يتنحاش من فوق الغاز. المهم هناك ما شفتوا اكل باليه هذيك نتاع يقولون الفلفل هذوكم لازم منهم بصراحه، ما نحكي لكمش خاصه في الشتاء. ونستغل الفرصه بما انه الفلفل الاخضر هذايا الحار في الوقيت هذايا في الشتاء يجي، ديما نستغل الفرصه. ماذا بيا الفلفل نحطه في اي ماكله طيبه نحط فيها الفلفل. المهم اذا ما حطيتوش هكا في الصوص راني نقليه في الزيت، ولا نطيشه في الفور كيما حصيلو سلطه كيما السلطه المشويه نعملها في الفور. المهم هذا الصوص كيف ما شفتوا حطيت له قرون فلفل باش نطفي عليه حصيلو وباش نخلط المقرونه. بالنسبه للسلطه بصراحه اخترت اسهل سلطه اللي هي فيها جرجير، فيها شو اسمه الفجل مبروش، وفيها شويه بصل، وفيها كعبه طماطم. هذوما هما باش نفوحها بالسماق وزيت زيتونه والفلفل الاكحل، الملح بطبيعه وشويه قارص، عصره قارص بطبيعته. السماق هو يعطي طعم الحامض للسلطه. هذه السلطه كيف ما شفتوها صدقوني جبت بنينه على الاخر. وهذه المقرونه كيف ما شفتوا. هذا الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يا ربي الفيديو عجبكم وان شاء الله استفدتوا منه. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفات جديده وفي روتين جديد، وفي امان الله.